في الفيديو ده هقول لك ازاي تثبت الشخصيات زي الصور اللي قدامك دي كده وبشكل مجاني تماما. اول حاجة هتعملها هتروح على الموقع اللي انت هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. بعد كده هتبدأ تحدد ابعاد الصورة، يا اما من 16 ل 9 او من 9 ل 16. بعد ما تحدد الابعاد هتبدأ بقى تكتب له الوصف. طبعا أنا هنا كنت بتكلم معاه بالعربي مع الموقع، كنت بقول له يعمل لي صورة لشخصية لابسة تيشيرت ابيض وبنطلون اسود. لكن هنا لما عمل لي الصورة عمل لي يعني صورة بنت، فأنا عشان ما كنتش موضح له في الوصف فراح مطلع لي صورة بنت. طلبت منه تعديل على الصورة، يخليها بدل شخصية بنت يخليها ولد ويكون شاب يعني مفتول العضلات، يعني عنده عضلات. تمام. فالصورة اللي مطلعها لي ما كانتش واقعية قوي، فكتبت له في الوصف زي تعديل كده ان هو يخلي الصورة تبان واقعية اكتر، لان الصورة اللي كان عاملها ما كانتش واقعية قوي. وزي ما انت شايف ده الصورة اللي طلعت لي. فلو أنا عايز إن أنا أطلّع صور تانية من علامة السهم هيبدأ إن هو يولِّد لك صور تانية غير الاتنين دول. تمام. طبعًا هي الصورة دي ما أعرفش هو ليه مخلّيه رافع التيشيرت كده، لكن دي كويسة، اللي قبليها كويسة. لو أنا عجباني صورة، نفترض إن أنا هاختار اللي هي الصورة دي، هابدأ من علامة التحميل أحمّلها. ودلوقتي من ال3 شُرط اللي موجودة في الموقع هنختار new project أو مشروع جديد. دلوقتي إحنا هنعمل إيه، من add image اللي هي بتكون موجودة تحت المكان اللي بنكتب فيه الوصف أو الprompt، هنبدأ نضغط على add image ونبدأ نرفع الصورة اللي إحنا حابين إن هي تكمّل معانا في المشهد اللي بعده. بعد كده نختار الأبعاد، دي طبعًا الصورة اللي إحنا كنا لسه عاملينها. هنا كنت باقول للموقع خلّي اللي هي الصورة دي بجوار راجل عجوز جالس على كرسي متحرك، والمكان اللي هم يكونوا موجودين فيه يكون في حديقة أو مكان فيه جنينة يعني. تمام. ركز هنا علشان في غلطة هتحصل بعد لما كتبت الوصف. زي ما انت شايف ان الموقع ما فهمنيش، يعني او هو دمج لي الصورة بشكل غلط، وده وارد جدا ان هو يحصل معاك. عشان كده انا مرضتش ان انا اشيل الكلام ده من الفيديو، بحيث ان هي لو واجهتك المشكلة تبقى عارف ان ده العادي، هو وارد جدا ان الموقع ده يغلط. فرُحت أنا كاتب له اللي أنا عايزه بشكل تاني، قُلت له خلّي الشخصية دي تتكلم مع راجل حكيم كبير في السن أو راجل عجوز يعني جالس على كرسي متحرك، والمكان يكون في حديقة. وزي ما أنت شايف الصورة واقعية جدًا، 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 ومثبّت لي الشخصية اللي إحنا كنا لسه عاملينها في الأول. دي الشخصية أهي، بيتكلم مع الراجل الحكيم وده الراجل الحكيم، طبعًا هو مخلّي دقنه كبيرة عشان يعني راجل حكيم وكده. هي الصورة دي صورة اللي إحنا كنا عاملينها في الأول. زي ما أنت شايف مثبّت لي الشخصية اللي هي الصورة الأولى مثبّتها لي في المشهد اللي بعده، هي بالضبط، بكل حاجة حرفيًا. بعد كده من ال3 شُرط هاختار new project هاعمل مشروع جديد، وهابدأ إن أنا من add image طبعًا بعد أمّا أختار الأبعاد من add image هابدأ إن أنا أرفع الصورة الجديدة، اللي هي صورة الراجل الحكيم أو الراجل العجوز مع الشاب. أنا كده هاعمل إيه، هاثبّت الشخصيتين دول أو إن أنا عايز أحُط الشخصيتين دول في مشهد تاني. تمام؟ أهم حاجة تتأكد إن في علامة صح موجودة قبل ما تكتب الوصف، علامة الصح تكون موجودة كده في جملة add image، وإن طبعًا الصورة تكون موجودة تحت. هنا كنت باقول للموقع خلّي اللي هو الشاب والراجل العجوز دول موجودين في مستشفى وبيتكلموا مع دكتور، اللي هم نفس الشخصيتين دول. تمام. وزي ما أنت شايف مثبّت لي برضه الشخصيتين، الشاب والراجل العجوز وقاعدين أهو، ده الشاب وده الراجل العجوز ودي الدكتورة، كأنهم يعني بيتكلموا مع الدكتورة. طبعًا إن أنا كنت باكتب أي حاجة عشان بس إن أنا أورّيك إن هي الشخصيات ثابتة، بنفس التفاصيل، بنفس ملامح الوش، بنفس كل حاجة. بعد كده كنت عايز إن أنا يعني إيه، أصعّب الموضوع أكتر، فبدأت إن أنا أحمّل الصورة وهابدأ إن أنا آخُد يعني تبقى صورة فيها شخصيتين، بس إن أنا عايز صورة واحدة بس أو شخصية واحدة بس من الشخصين اللي موجودين. فمن add image بدأت إن أنا أرفع الصورة، طبعًا هتبدأ إن هي تحمّل معاك، تكون موجودة تحت كده اللي هو في المكان اللي بتكتب فيه الوصف. فأهم حاجة بس تتأكد إن علامة الصح موجودة وإن الصورة موجودة تحت، دي أهم حاجة قبل ما تكتب الوصف. فالصورة اللي إحنا حمّلناها كنت باقول للموقع خلّي الراجل الحكيم ده اللي هو اللي إحنا كنا لسه عاملينه مع الشاب
بيتكلم مع سيدة عجوزة كبيرة في السن جالسة على السرير أو قاعدة على السرير والمكان يكون في المستشفى. يعني هو من الصورة دي أنا باقول له خُد لي شخصية الراجل العجوز ده بس، ما تاخدليش الشاب معاه. وزي ما أنت شايف الموقع فَهَم أهو، وخلّى اللي هو الراجل الحكيم أو الراجل العجوز لوحده بس من غير الشاب في الصورة، بنفس تفاصيل وِشّه، بنفس الملامح، بنفس كل حاجة، وقاعد أهو بيتكلم مع اللي هي السيدة العجوزة يعني أو الست العجوزة، قاعد بيتكلم معاها في المستشفى أهو، فنفّذ لي الأمر اللي أنا طلبت منه وبشكل برضه احترافي جدًا. ودلوقتي بقى أنا هاغيّر في الملابس بتاعة الشخصية، يعني الشخصية تبقى ثابتة ولكن أنا عايز أغيّر في الهدوم بتاعتها، فهنا كنت باقول للموقع يخلّي هي نفس الصورة ولكن يخلّي الراجل الحكيم ده لابس قميص أسود، ولكن هو طلّعه لي لابس تيشيرت أسود، فغيّرت بس في صياغة الكلام. يعني مثلًا بدل ما كنت هاقول له خلّي الشخصية لابسة مثلًا قميص أسود، أقول له مثلًا اجعل الشخصية ترتدي قميص كده. هي الفكرة كلّها إن أنت بتغيّر بس في الصياغة، وزي ما أنت شايف الموقع أهو، خلّى الشخصية لابسة قميص أسود. فهي الفكرة كلّها في صياغة الكلام بس مش أكتر، لكن هو في الأول وفي الآخر هينفّذ لك الأمر اللي أنت طلبته منّه، حتى في تغيير الملابس حرفيًا مش مغيّر في ملامح الشخصية. وبس كده دي كانت فكرة فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتات وارد عليك.